يقول يا غير اعرف الشامت ليش نبله وتغير واحنا بلوة عرب نبله وعلي لو بالطف ومصيوب نبله ولا حرقان قلب القطع بيه. الله عتب وايد ترى بيني وبنها اللهفه ما تتبين وبنها جزتني وعمده ضحكت لي وبنها ابويا شلونك يصيح علي الله افرفح لله خايب وانتشع ليك القمر من يطفى حضنك وانت شعلك. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ ردنا لكم فيديو جديد وفيديو مختلف. طبعا شباب هواي كدوا لي اطلع بساتين استكشاف، يعني مجرد احنا نطلع نستكشف هيك نونسكم نتونس احنا ايش نلقى قدامنا نصوركم. فاليوم راسلت الولد والجماعه قلت لهم نروح نستكشف ونصور، فقالوا يلا. تقريبا الساعه 4:15 جبت الجماعه وجيت وجينا البستان اللي استوى زارعين بيه، يعني استوهم بانين بدايه الزرع بيه وزارعيه، ويعني الحمد لله والشكر طالع الزرع مالته. فراح نطلع وراويكم شويه فلوقات من هاي السوالف. تحياتي لكم، خلونا لايك واشتراك، تعالوا نكمل الفلوق. شوفوا شباب، جينا لهنا والقيعاني على بداية زراعة استوفي، يعني تقريبا هسه احنا شهر 11 بدأت الزراعة وبدأت العالم تهتم بالقيعان، لأن أنا مطلع لكم سابقا فيديوهات على القيعان ما كانت يعني عايفية وتاركية. ليش؟ لأن كملت زراعتها وباعوا البيها وعافوها. هسه بدأت زراعتها بشهر 11 والعالم بدأت تزرع، وراح إن شاء الله شوي نراويكم وأهم شيء تتونسون انتم. خليكم الفيديو شباب. مثل ما تشوفون هاي تكتي هنا دق هنا نبويق بس ما طالع على الشمس قوية، وراح ناخذ لكم كم لقطات يعني احتمال بس استكشاف عليها ونطلع. عمي شباب احنا هسه وين نروح؟ ما تقولوا لي نريد نطلع طلعات، نريد نمشي نتونس ونونسكم همات، يعني نصور لكم مو بس انه بس يعني شباب هسه وقت دوام ودراسة فما فارغين للقناة و24 ساعة ننزل بيها. فقط انا الجماعة اللي جوا اليوم جمعة وكلهم دوامات وما يطلعون وياي دائما. احنا جيتنا للقاع لقينا اهل البستان هنا وقالوا لنا اكو شجره غريبه اذا تقدرون تصوروها، شجره القوقعه. شو اسمها؟ ما قوقعه اسمها. جماعه عرفوها انا ما عرفتها. هسه راح نروح عليها ونراويكم اياها واذا بيها هم راح نشوف شنو هي. فهم قالوا هي غريبه، اعتقد مو كلها يعني ما موجوده وحتى اسمها ما مطروق. فهسه احنا راح نروح عليها ونراويكم اياها بالتفاصيل. شنو من البستان هذا؟ طرقاع يعني هم تين وهم بستان وهم زارعين بيه كل شو كلاشي. طبعا عندهم جيتهم هنا. ليش عندهم جيت؟ لان عندهم حلال، لان اذا ما عندهم حلال ما يزرعون الجت. اعتقد عندهم حلال. يا ولد هنا اكو تين واشتين فول بداية الموسم هذا. يا ولد وصلنا احنا للشجرة اللي قلنا لكم عليها، بس شنو هو هذا؟ شلون الافطار يعني؟ بس ما معروف، لا نقدر نشيلها على هاي. ليش؟ لان اهل البستان محافظين عليها وهم ما شالعينه، فما ادري شنو اللي يستفادون من عنده. هاي بقت يمهم. طبعا ابو البستان هو قال شلعنا اياها، بس شنو استخدامها ما ادري. احتمال هيك تطلع الوحيد هي تبقى بهالمكان هذا. طبعا يا ولد هنا مواطير القيعان. شوفوا هاي مواطير القيعان اللي هاي القاع هم هنا يستخدمونه. شوفوا هذا كله زراعة جديدة، موسم جديد جاي يزرع. اعتقد باجلة هذا، اعتقد باجلة يعني، بس لان بعده صغير ما معروف. او القاع قدامنا دا يدلينا على بساتين وهن البساتين الهم، فقال بيها شجر وراح اطبوبكم لها. واهم شي تحبون تاخذ شوي لقطات حلوة. الضغط العالي صوته كلش قوي.
الشباب مثل ما تشوفون هذا السفرجل، هذا له السكر. مثل ما قلت لكم راعي البستان، هذا له السكر ما يوكل. هو هذا يسوونه بهاي المكرامه خلونه ناعم. طبعا يا ولد للاسف هسه راح تقولون راعي البستان ليش ما جاي يطلع بالتصوير؟ هو ما حاب يطلع بالتصوير، بس مجرد راح تسمعون كلام له اللي يعرفهن يسولف عليهن. شوفوا جماعة أهل السكر هذا يفيدكم كلش. هاي شجرة التفاح بس شنو منتهي الموسم مالتها. هسه موسمها منتهي، هالموسم الجاي ان شاء الله اذا قدرنا نرجع وياهم هم نصور وياهم. انا الحج زارع انواع النخل، شنو ببالك؟ مزروع. حتى نخلة الرسول زارعها. حتى نخلة الرسول يقول زارعها. يجيبونها يجيبون. تمر العراق وين ما تروح موجود، بس باقي بس الاصفار. بموسم الشتاء يعني ياخذ شهر. هذا نهاية الموسم مالته التين يطلع هذا ونهايته يطيح، تنتهي الصلاحية مالته وعلى الزراعة الجديدة لا فول. والشباب بس احنا عرفناكم بس اللي عرفناهن واللي ما عرفناهن هذه ما عرفت اسمها شنو وهم الطق. يعرفها من عندكم خليه يكتب اسمها. اللي يعرفها خليه يكتب اسمها يقول ابو البستان. والشباب بس احنا عرفناكم بس اللي عرفناهن واللي ما عرفناهن هذه ما عرفت اسمها شنو وهم الطق. يعرفها من عندكم خليه يكتب اسمها. اللي يعرفها خليه يكتب اسمها يقول ابو البستان. شباب مثل ما تشوفون هذا العنب بس ماكو منتهي موسمه وما بيه. احنا جينا نعرفكم عليهن ويعني نونسكم بساتين، لان هواي قالوا لنا اطلعوا بساتين يستكشفون شنو بداخلهن ويعرفونا اكو يعني زرعا بس ما يعرفون. انا نعرفكم بيهن، اللي عرفناه واللي ما عرفناه اللي زارعه هو بالبيت يكتب لنا بالتعاليق. بنعرفكم بهاي النخله اللي اسمها بربل، يعني اتصور اكو ناس تزرعها ويعني قله بالعراق، انا ترى لاول مره اشوفها يعني، واللي عرفته من عندها اسمها بربل. تصير تمرتها حمراء على سودة، يعني حمراء على سودة كلش. جفاف طاقة ماي حتى استوى بالقاع صفاوي، قال لنا يعني منتهي من عدسه شغلة الماي، لا نقدر نزرع ولا نقدر نسوي اي شيء الى ما يجي الماي. والحمد لله شوي جايهم ماي قليل زارعين بيه مجرد بس طالع الزرع. وقالوا احنا راح نعتمد ما نعتمد على الماي، لا نعتمد على المطر، يكون مطر قوي لا يزرعون والحمد لله والشكر وكل شيء يصير عندهم ويضيق ويقدرون يبيعون. بس اذا بقى يجي الماي ومطر ماكو همتين لا والله قيحانه وراح تبقى على حطيتها. قلنا هاي الساجة يسووها على ساجات يعني هيك وبالطول يصيرن على مود يزرعون بيها بالنص. هسه هم زارعين بيها لوبيا، هذا اللوبيا زارعين بيها قرب لك عليه بعد صغيرون يعني استوى زارعي زراعتهم جديدة. وان شاء الله اذا حبيتوا هيك اطلع اصور لكم فاكتبوا لي بالتعاليق وان شاء الله ارجع للقاع نفسيته اذا اردتوا واشوف الزرع اللي جيناه صورت لكم اياه هو وصغير. يعني ابو القاع صفاوي ما قصر ويانا والله، وعرفنا بهواي شجر طببنا البساتين ويعني كلش استمتعنا بهاي الرحله وبهاي الطابه للبستان. يعني مش نغير جو احنا، لان الجمعه والسبت اللي عندنا عطله فقط والبقيه كلها دراسه. تعرفون انتم الدراسه امتحانات وما ادري شنو واللاهجين بس ويا الدراسه، فالجماعه ما طلعوا دائما وياي فقط جمعه وسبت. فاجينا اليوم نصور لكم واهم شيء نونسكم، ولو انتم شفتوا شيء بسيط يعني بس عادي يعني مجرد تتونسون انتم اهم شيء. كمل الفلوق ويانا. ما تشوفون هاي الساجه هاي الرئيسه ما ذن الساجات كلهن، شوفوهن اللي صورت لكم عنهن. هذه الرئيسه مالتهن اللي يدخلهن ماي من مطار. هذا مطار ابو الخمسه اللي يسموه اللي يعرفون اهل القاع يسموه اهل ابو الخمسه، اللي ماي يذب كلش قوي يذب لهاي القاع وتتقسم اقسام. وشوفون القاع شلون خبل فول. هاي الدبه هنا ما الدهن مذبوب بهالمكان يعني والله يعني دهن او ماي ما اعرف. هاي لا ما الدهن وظل بهالمكان هذه يجيبونه للمطار.
قلنا هنا هذه النبقة الجديدة استوى طاق بيها، يعني استوى طاق فول. يعني هاي النبقة يعني بعد هي استوى طاقة خل ذوقها، حتى لو صغيرة ما تنضاق بس عادي. هنا الجماعة طلعوا هذول اوكي، بقيت اصور هاني الكل. يعني الله يشهد البستان كلش فول صدق، يعني صدق واحد يفتح بيه لا يطبل. طبعا شوفوا النبقة هذه وطاقة بصفهي جمارة بعد صغيرة، يعني اعتقد هاي الجمارة راح تصير شكل على النبقة وشكل على جمارة، يعني طعم تضرب لأنه بصفها نبقة ومساويات. قلنا هذا الكيماوي يا ولد، هذا الكيماوي يستخدموه للقاع. يعني هسه هاي اشيله واشمرها عليهن لا يموتن ينتهن. ليش؟ لان ما يبطونه بسبب يعني ما قال لهم ما راح اشمره، لازم هذا من يذب الكيماوي لا فوقه قبل يعني يسقوهن، خاطر شنو يسويهن يعني التربه مالتهن تصير قويه شويه. يعني لا ذبه هسه وما يسقوهن لا تموت الزرعه تنتهي كلش. قلنا القاع حتى القاع جديده زرع، يعني زقيتها جديده، هل استوهم زاقيه تقريبا صار لهم يوم او يومين هيك، يعني تعال بعد بيها طين. شوفوا لنا القاع ولد، شوفوا شنو لقينا قدامنا. الكاروبه من تكربوا هنا هم كاربين وبعدين بالزراعه، وهذه مالت الكاروبه اللي تكرب القاع. شوفوها طبعا هي هذه تكرب القاع، يشكلوها من بدايتها بالكهرباء وتظل تبدا بالقاع تكرب بيه وطلع لك القاع بصمه. معه شغله دراجات مو عفون. يلا انا ظلت كذا براهم هسه. شباب لهنا وصلنا نهايه الفيديو، يا رب استمتعتوا بالفيديو وعجبكم. ولا هو كان الفيديو مالتنا شيء بسيط، يعني قدمنا لكم اياه زراعه ونهايه الموسم مالت الزراعه، يعني ونهايه الموسم مالت التين وبدايه موسم الزراعه. فيلا خلونا لايك واشتراك، تحياتي لكم وانتظرونا الفيديوهات الجايه والمغامرات الجايه. في ثمان الله.